مسيكم بالخير والهناء. معاكم العزيز بن زكور في عادة من عاداتنا الزمنية مع كارفور، اللي هي عادة حق الملح في نهار العيد الصغير بعد ما يوفى سيدي رمضان ويهل علينا شهر شوال باليمن والخير. ما هو يا سيدي في قديم الزمان كانت المرأة التونسية في الديار العربي تتعب برشا في سيدي رمضان. حركة الدار كبيرة وشهاوي ماليها كثيرة، وتلقاها تصول وتجول في كوجينتها مصباح باش تود مولى بيتها وأهلها وماليها بالحاجات الملاح، وياما تعمر من كوانن وتركب من طناجر وكراون، تحل النواصر بيديها وتضرب الملسوقة وتقطع الحلال في الغربال اللي أغلب الناس في سيدي رمضان تشتيها. وكانت مولاة الدار كي تطيب طنجرتها تذوق الملح اللي في مرقتها بطرطوشة لسان ما غير بلعان باش يجي الملح معدل في طعامها، ومن بعد تمضمض فمها وتتم صيامها. ويتعدى سيدي رمضان بخيره وخميره ولماته وضيافاته، ومولاة الدار تطيب وتصنف وتود كل واحد من العائلة بشهواته. الطاولة عليها خيرات سبعة تحلى في العين، والناس الكل مشموعين وملمومين. وإذا ضرب المدفع وقالوا غدوة العيد الصغير ما تشم كان ريحة البخور في الحوم والزناقي، وما تسمع كان الزغاريت، والناس الكل تبارك وتهني وتدعي بالخير. ومولا الدار بعد ما يصلي صلاة العيد ويلبس جبته الحرير وبرنوسه جديد، كيف يروح من الجامع يلقى مريته الحرة في وسط القبو تستنى فيه، محضرت له صحي نحلوه يعمل 66 كيف وقهيوة عربي بالسرة، يبوسها من جبينها وتعيد عليه ويعيد عليها ويودها بقطع صياغة. هذه سيدي هدية حق الملح اللي في تعبها في سيدي رمضان باش نسيها. وربي إن شاء الله يجعل أيامكم وأيامنا أعياد ويبلغكم المراد، وإن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايمة. ونحب نبشركم بحاجة فيها العيد السعيد، راهو كارفور في حق الملح مش ناسيكم. ايش قولكم فيها الفردة الذهب الثمينة باش تهديوها للعزيزة عليكم اللي طيبت لكم في رمضان شهويكم. هيا سيدي ما عليكم كان تكتبوا وتبعثوا لنا اسمها، وان شاء الله هالفردة الذهب تكون من قسمها. وعيدكم مبارك وسنين دايمة.